انا في الجامعه كنت قاعد في كافيه بفتح المحفظه لقيت فيها 60 جنيه. ساعتها فكرت قلت ازاي اخلي ال 60 جنيه دي 6000 جنيه. وزي الشاطر دخلت على اليوتيوب وكتبت ازاي اكسب فلوس لو انا لسه طالب. لقيت رأي وكلام بعيد اصلا عن الواقع، اللي يقول لي هات معدات ب 50000 جنيه واللي يقول لي اشترك في كورس ب 20000 جنيه. لكن انا قررت اغير الواقع ده، وبالفعل قدرت اجيب اول شغل وكسبت منه 500 جنيه في 3 ايام. الكلام ده في 2019. ال 500 جنيه كانت كبيره برضه. وهقول لك قصتي ازاي قدرت انا وطالب اكسب فلوس كتيره من حاجه بحب. في مفاجآت مسيبها لك داخل الفيديو، واسرار 5% بس من الطلبه بيعرفوها، فكمل الفيديو للاخر. قبل ما اقول لك على قصتي وقصص الطلاب اللي بيكسبوا اكتر من 10000 جنيه شهريا، عايز اوفر وقتك. لو انت فاكر ان الفيديو ده هيديك حل سحري تجيب فلوس بعد ما تشوفه على طول، اقفل الفيديو. ولو انت فاكر ان هقول لك على طرق تجيب مصلحه وسبوبه سريعه، الفيديو مش ليك. الفيديو لشخص عاوز يتعلم ويتعب ويجتهد ويكسب فلوس من شغل، نقطه. شغل مش فهلو. تمام كده؟ انت الشخص اللي مقصود بالفيديو. شوف يا صاحبي، انا مجهز لك مفاجاه. الفيديو ده عباره عن كورس هيغير عقليتك وهيديك الطرق الصحيحه في انك ازاي تجيب فلوس لو انت كنت طالب. الفلوس بتيجي عن طريق 3 حاجات: خدمات، مهارات، منتجات. والثلاثه جربتهم وهقول لك. في البدايه كده انا وطفل طلعت اشتغل في الاراضي الزراعيه، بنظف الزرع من الحشائش الضاره فيه. في المقابل كده كسبت اول 5 جنيه في حياتي. الكلام ده زمان، 5 جنيه كانت يعني كويس. ساعتها عرفت ان ده اصعب شغل ممكن الواحد يشتغله، وهو انك تكسب فلوس مقابل وقت ومجهود عضلي. دي الخدمات اللي اي حد يقدر يعملها. اشتغل عامل في زرع او بنيان او غيره. نصيحه مني، جربها. الله، ما انت قلت ما حدش يشتغلها. جربها ولو مره علشان تعرف ازاي الناس دي بتتعب، عشان تقدر قيمه المذاكره والتعلم، وعلشان ما تستهونش بالفلوس اللي هتجيلك بعد كده، وتعرف ان الفلوس دي في ناس بتطلعها بطلوع الروح. رقم 2 وهي المهارات. ثاني شيء اشتغلت فيه، كنت مهووس بالتمثيل، فاخدت كورسات في التمثيل، وكمان خدت كورس في الاخراج. ابتديت اتدرب واحده ورا واحده لغايه ما ابتديت اعمل اول فلوس من المجال ده وانا في الجامعه. رحت عملت ورشه ودربت طلاب على المسرح وازاي يتخطوا الخوف بتاعهم، والجامعه ادتني فلوس على النشاط ده. وكمان دربت اطفال في المدارس تبع جمعيات وبرامج تابعه لوزاره الشباب والرياضه، وبرضه خدت فلوس. فده الطريق اللي اغلب الطلبه بتتبعه، هو ان انت تتعلم شيء، تتدرب فتره، توصل فيه مرحله كويسه، بعد كده هتلاقي شغل جاي لك لوحدك. ثالث شيء المنتجات. انا بكره السيلز، بكره المبيعات، مع ان دلوقتي اصلا شغلانتي مبيعات. لكن في طلبه بتجيب فلوس كتيره جدا من المجال ده، وهي عن طريق انهم بيعوا مذكرات او تيشيرتات او ادوات للمدرسه او الجامعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال 9 اعشار الرزق في التجاره، لان انت ممكن تبيع كميه كبيره جدا في وقت قليل، فانت بتوفر المجهود في التعلم وفي غيره. طبعا التجاره مهاره، لازم تعرف ازاي تسوق وتوصل للعميل بتاعك الصح، وتفهم وتتعلم اكتر في المجال اللي هتبتدي تتاجر فيه. انت كده فهمت الاساسيات اللي احنا هنبني عليه دلوقتي. هقول لك على اهم 5 مجالات الطلبه بتشتغل فيها وبتجيب فلوس كتير، وبالفعل والله شفت طلبه بيكسبوا الاف الجنيهات من خلال المجالات دي وهم لسه طلبه، عشان المجالات دي مش محتاجه وقت كبير او مجهود خارق. طبعا هتحط وقت ومجهود بس مش زي باقي الشغل. قبل ما اقول لك على الشغل، عاوز اقول لك ان في احصائيه بتقول ان الطلبه بيقضوا في المتوسط من 4 ل 6 ساعات على الانترنت. الرقم مرعب. انت بتضيع تقريبا ربع اليوم، فما تجيش تقول لي معيش وقت. انت راس مالك الوقت والمجهود، فعاوزك تشد حيلك في المجالات اللي هقولها، وتجيب ورقه وقلم وتبتدي تكتب معايا. رقم 1 AI PDF. انت هتجيب ملخصات الدحيح تديه مقابلها فلوس، 100 جنيه 200 جنيه مش مشكله. هتاخد الورق ده تعمله سكان وترفعه للذكاء الاصطناعي شات GPT او اي تطبيق ثاني. بعد كده هتقول لي رتب لي الافكار دي وخليها لي مذكره للطلبه يفهموها، واعمل لي خرائط ذهنيه واكتب لي ليها ملخص واكتب لي ليها فهرس. يعني هتبقى معاك مذكره للماده في لحظات. هتاخد المذكرات دي وهتروح على جروبات الطلبه وتبتدي تبيعها. طبعا عشان تعمل كده لازم اول حاجه تعرف تتكلم وتتواصل كويس مع الدحيحه ومع ادمن الجروبات دي، ولازم تتعلم اصلا ازاي تستغل الذكاء الاصطناعي كويس. هتدخل بقى تدور ازاي اعمل مذكرات عن طريق الاي اي، وايه هو الوصف المظبوط علشان يطلع لي المذكره منظمه وجميله، والطلبه ترجع تاني تشتري مني. وهتحتاج مكان يديك سعر كويس في الطباعه، وكمان هتختار نموذج للبيع. يعني هتعمل زي المكتبات، تبيع المذكره 5 ورقات ب 500 جنيه وتحط عليها شفره، او هتبيع المذكره ب 50 جنيه بس هتبيع عدد كبير. كل ده انت اللي هتقرره وانت اللي هتعمل، وهتبتدي تجمع الملاحظات والمذكرات الموجوده. طبعا انت لو مش طالب جامعي فانت زعلت دلوقتي، عشان كده هقول لك على رقم 2 مونتاج الريلز. المنصات دلوقتي بقت تعشق حاجه اسمها ريلز، فيديوهات قصيره بتجيب ملايين المشاهدات. انا اتعلمت المونتاج على الموبايل في اسبوع لما كنت طالب في الجامعه، وبالفعل منتجت 4 فيديوهات لشخص واداني 200 جنيه. مبلغ كان كويس جدا ايام يا جماعه، ما تستهونوش بال 200 جنيه. وهتتبسط ان انت الحاجه اللي اتعلمتها بقيت تاخد منها فلوس، وده افضل فيديو تتعلم بيه المونتاج. كاب كات اسهل تطبيق يعتبر. دلوقتي كل حاجه بفلوس مدفوعه، بس ممكن تلاقي اشتراكات ب 100 جنيه مثلا في الشهر او حاجه، فالموضوع مش مكلف. بعد ما بتتعلم بتدخل على مواقع زي خمسات، فريلانس، ابور، وبرضه الجروبات بتاعه الفيسبوك، تبتدي تشوف كتير فيديوهات وتتعلم اكتر وتنفذ اكتر. ونصيحه اخويه، روح اتطوع في شركه ليها علاقه بمجال الدعايه والمونتاج، قول له ما انا عارف الاساسيات وعاوز اتطور معاه. هتاخد شهر تتعلم فيه بجديه، الشهر الثاني هتتوظف. موضوع سهل، التعلم من اليوتيوب
ومن الموبايل، وباقي المجالات زي كده برضه على فكره. فشارك الفيديو ده مع اصحابك علشان يساعدوك يتعلموا معاه. حب الخير لغيرك، ودي من اهم الاسس والقواعد علشان تكسب فلوس وربنا يسهل لك الرزق. رقم 3، نرجع تاني لطلبه الجامعه وهو تصميم التيشيرتات. الطلبه بتتخرج من الجامعه، فانت ممكن تشتغل في التصميم، مش هتشتغل على فوتوشوب. لو فوتوشوب صعب معاك ومش معاك كمبيوتر، ممكن تتعلم على بيكس او تشتغل بابسط حاجه وهو كانفا. كانفا بيعمل لك تصميمات بتاعه الهدوم، تعمل التصميم وتبيعها. يا عم التصميم بيعها ب 100 جنيه 200 جنيه. شوف كام دفعه عندك بتتخرج كل سنه. رابع شيء وهو اللي مكتسح حاليا، البرمجه. والله لو عاد بيا الزمن ولسه طالب كنت هستثمر ان انا اتعلم برمجه. والجميل دلوقتي في الموضوع ان بقى في منافسه شرسه من كل الشركات على ازاي يعلموك برمجه ويشغلوك. في تدريب معمول TOT تبع شركه كودي، ودي شركه متخصصه لتعليم البرمجه للطلبه. بيعلموك البرمجه وبعد كده بياخدوا المميزين يشغلوهم معاهم، وحتى اللي مش هيشتغل معاهم بيجيبوا له فرص شغل في اماكن ثانيه. فلو حابب تشترك في الكورس مع كودي هتحصل على خصم 30% عن طريق البرومو كود ده. هسيب لك رابط التواصل معاهم تحت. خامس واخر حاجه وكل طلبه بتحلم تشتغل فيها، مجال صناعه المحتوى. في طلبه كتير موجوده على السوشيال ميديا بتكسب فلوس كتير من انتاج الفيديوهات. هو بيذاكر، هو بيصور رايح الدرس، وهو بيلعب العاب مختلفه. طبعا انت بتشوف ناس كتير مشهوره هي وطلاب، هذه حاجه ممتازه جدا. الشهره بتجيب لك اصلا فلوس لوحدها وبتفتح لك مئات الابواب من الفرص. انا دايما بيجيني عروض وشغل علشان مشهور يعني مش هكذب عليك، الاشهر يبيع اكتر من الاشطر. يعني مثلا لو تعلمت المونتاج وكنت شاطر جدا فيه لكن محدش يعرف عنك حاجه، في المقابل في شخص ثاني تعلم المونتاج واتشهر بيه، فده هيبقى فيه عروض كتير. اي حد عاوز يمنتج فيديو هيروح يتواصل معاه. صناعه الفيديوهات دي مجال جوكر يخدمك لو كنت في اي شغلانه، حتى لو والدك معاه تجاره او عمل. وكمان كل الشركات اللي حواليك محتاجه المهاره دي. مين مش عاوز يتسوق له وفيديوهات تنتشر على السوشيال ميديا؟ ده حتى الانديه الرياضيه بيجيبوا ناس بتشتغل معاهم في السوشيال ميديا. فازاي تعمل فيديوهات رائجه تجيب ملايين المشاهدات؟ شوف انا عملت اكتر من 1000 فيديو، وصلت لاكتر من مليار مشاهد، كسرت حاجز المليون على تيك توك ويوتيوب، وعملت كورس ازاي توصل ل 100,000 متابع في 100 يوم. الكورس واخد تقييم عالي جدا على منصه يوديمي، ومئات الرسائل بتشكرني على المعلومات اللي في الكورس ده. وده طبعا لانها نابعه من خبره حقيقيه. شخص عنده 5 سنين خبره في المجال ده وتكرم من اكبر شركات السوشيال ميديا في العالم. وعشان كده في مفاجاه علشان انت كملت الفيديو، في خصم 75% لاول 100 طالب فقط هيدخل يشتري الكورس بتاعي. هسيب لك طريقه التواصل من تحت. دول اشهر المجالات اللي انا جربتهم بالفعل. ولو وصلت هنا ما تنساش تعمل اشتراك للقريفاني وما تبقاش انهي.